تعالوا اعرفكم على اقوى تجربه ممكن تعيشها وانت بتحضر ماتش الكاس العالم اكنك بتلعب باللعيبه بلاي ستيشن. اولا لازم تكون موجود جوه الملعب وتلف الموبايل وتوجهه على الارضيه علشان يتحدد ايه الماتش اللي انت بتتفرج عليه، وبعد كده بيتعمل اسكان لارضيه الملعب عشان يتحدد موقعك من موقع اللعيبه، وبكده موبايلك بيكون مربوط بالاجهزه اللي اللعيبه لابساها طول الماتش وتقدر تشوف احصائياتهم في اي وقت خلال الماتش. بما اننا بنتفرج على ميسي فاكيد هو ده اللعيب اللي هختاره عشان نبص على احصائياته. وفي اللحظه دي كان اقصى سرعه ميسي جري لها كانت 24 ميل في الساعه، واتحرك 2 كيلو بس في 20 دقيقه. وفي اخر الفيديو هوريكم سرعته كانت عامله ازاي، لان بعيدا عن الاحصائيات الخاصيه اللي جايه دي هي اقوى حاجه لاي مشجع بيتفرج على ماتش في الاستاد، لانك هيكون عندك فرصه انك تتحكم في كاميرات مختلفه في الاستاد وتتفرج على زوايا كتير ما تقدرش توصل لها في المكان اللي انت قاعد، لانك مثلا لو فاتك الجون او عايز تشوفه من زوايا مختلفه هتلاقي علامه الكوره دي ينفع ترجع لورا وترجع بالاحداث لغايه ما تشوف الجون من كل الزوايا وتتفرج عليه كويس. فانت بتتفرج على بث مباشر مش بس بالاحصائيات، كمان معاك التشكيل ومعاك الخريطه الحراريه وسرعه ميسي وهو بيتمشى اللي بتتراوح من 2 ل 4 كيلو متر في الساعه.